مرسى مطروح. السلام عليكم. انا شايف انك لازم توثق حياتك، وتخيل بقى لما توثقها بشكل حلو وسينمائي زي ده، وكمان تشاركها مع الناس سواء على يوتيوب او على المنصات التانية. فانا النهارده هنا في مرسى مطروح عشان ابقى اول انسان يحول مرسى مطروح الى مدينة سينمائية. بص يا باشا، حاول تسمعني بقى، حاول تسمعني كده عشان الموضوع صعب. هو مشغلين اغاني، انا مش فاهم الموضوع ده يعني الحقيقه، بس ايه، نحاول نتعود زي ما شفتوا، زي ما في الثامنيل والتايتل بتاع الفيديو، كل حاجه. يعني احنا رايحين مرسى مطروح. انا جيت قبل كده وعشان كده بدات بقى ايه، خططت وعرفت بقى هعمل ايه بجد لما اجي تاني. طبعا يعني اي حد هيشوفني بالمنظر ده هتلاقي مستغرب جدا، يعني حاطط كاميرا وبتصور وماجيك ارم وبتاع وحوارات كده كبيره. انا شايف ان ده طبيعي جدا بالنسبه لي. طبعا ايه الهايلايتس هنا مع عامله جدا، بس يعني انا اهم حاجه ان وشي مظبوط. لما تيجي تظبط الاضاءه اظبط على العنصر اللي انت بتعمله. يعني ما ينفعش مثلا ايه نعمل كده اهو عشان نخلي دي اللي باينه بس يمكن وشي مش باين. انا دلوقتي بتكلم فلازم ايه نعمل كده كده اهو مثلا عشان وشي انا اللي يبان شويه على الاقل. يعني خلي الدنيا متوسطه، يعني ولا تخليها كده مثلا ولا تخليها كده. ماشي يلا، عشان انا مش عارف اصلا انت سامعني ولا لا. الصبح ما كانش فيه حاجات كتير، رحنا شاطئ رمل قعدنا هناك شوية، وبعدين اكتشفت حاجة، إن مرسى مطروح بالليل حاجة تانية.
البحر النهارده كان حلو جدا، بس اهم حاجه في اليوم ده ان انا قابلت الناس اللي من مرسى مطروح، واللي هتبقى شبههم جدا اول ما تنزل البحر، ولهجتهم المميزه برضو. بص، مطروح دي يعني بلد دايما خير، تمام، وديما يعني العالم اللي يجونا نحن نرحب بيهم، تمام، والمصيفين هذين نشيل فوق راسنا، تمام، وبالجودة بأي حد يجي مطروح، تمام. مطروح من البلد اللي عايش يعني اللي ديما فيها الخير، وما فيش واحد مصيف يجي ويقول لك مطروح هذه ديما خير وناسها محترمين، ونحن طبعا نحترم اللي يجي، والضيوف هذه نشيلها فوق راسنا، تمام. مطروح يعني من البلد اللي يقول لك عليها مالديف مصر، ومن احترامنا مع الناس طبعا ده اهم شيء. يعني طبعا احنا مهما نقول برضو اي حد يجي مطروح فوق راسنا، تمام، ونثبت ناحية اللي يقول ايش اللي البحر مش عارف فيه تسونامي وجو هذا ما فيش اي حاجة، تمام، وكل الناس اللي بتجي تمام بتجي مبسوطة. طبعا كل انت شايف مطروح عاملة ازاي وبحرها ونحن يعني بصوا في خدمتكم في اي وقت، تمام، وكل اللي يجي مطروح نحن نرحب. حاولت على قد ما اقدر افهم الكلام اللي بيقولوه في مرسى مطروح، بس المهم انك ما ينفعش تروح مرسى مطروح من غير ما تجرب اليخت. من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها انك تجرب اجواء الصيف في شاطئ الأبيض. طول ما انا كنت ماشي، احنا خلاص راجعين، فطول ما انا كنت ماشي وانا رايح البحر كده كنت بسمع بقى جاستن بيبر، دي جي سنيك، اغنية لاش لايف، اغنية سوري جاستن بيبر، اغنية ليت مي لاف يو وسوري، والحاجات دي بتاعت الصيف دي عارفينها بقى، وليدي كيلر والكلام ده كله بتاع اغاني الصيف بقى اللي بجد. هم طبعا مش شغالين اي كلام، بس لا بجد اغاني الصيف هي دي، وممكن احطها لكم في الوصف لو عايزين تسمعوا اغاني صيف بجد بقى، اغاني صيف بجد. ماشي، احنا مروحين بقى. انا عارف طبعا ان في ناس كتير هتقول للاسف وبتاع، بس لا، مش للاسف، ده الطبيعي. احنا لازم نروح عشان نرجع ونستمتع. لو انت اصلا عايش في مرسى مطروح فانت مش هتحس بكل الكلام ده، انت تحس ان انت ده الطبيعي اصلا اللي عندك. طبعا المشوار يعني مش هيكون احلى حاجه دايما، وده الطبيعي، ان ما ينفعش اصلا ان حاجه تكون مثاليه بالظبط. كل حاجه لازم تكون معاك ايه، نص كويس نص مش كويس قوي برضو، لان انت هتستمتع بس لازم تاخد كل حاجه على بعضها. انت مش هتعرف تجبر الناس ان هم يعملوا اللي انت عايزه. مثلا الاغاني اللي شغاله دي انا بكرهها جدا، بس ده انا مش هغير الاغاني كلها عشان انا عايزها. فانا بقى احط السماعه بتاعتي بسمع انا براحتي. الدنيا بدات تليل اهو، خلاص احنا ما عادش حاجه لما اروح اهو. يعني انا لما باجي اسافر مثلا او اروح حاجه زي دي، انا بحبش، انا طبعا مصور وبصور الناس بفلوس وكده، بس انا بحبش اخد فلوس من الناس اللي معايا في الرحله والكلام ده، وانا ما عملتش كده الحمد لله، لان انا بحس ان ده شغل، انا راح استمتع ولا راح اشتغل، فاهم؟
فانا لا، انا رحت استمتعت وصورت ناس ببلاش عادي، مفيش اي مشاكل، بس بحدود برضه، الموضوع بحدود. اللي انا مستغرب منه بقى مدينه العلمين احنا رحناها في الاخر كده واحنا راجعين. ايه ده؟ دي يا جدعان دي كانت مدينه فيها حرب عالميه، ماشي. اول حاجه، تاني حاجه كانت ارض كلها الغام، تالت حاجه كانت مزار لمقابر الجنود، وبعدين دلوقتي بقت مزار للسياح والاجانب من كل حته. ورحت ما شاء الله يعني حاجه حلوه جدا. ما لحقتش ادور فيها حاجات كتير لان ما طولناش هناك، رحنا صلينا الجمعه بس كده وقعدنا شويه وبس. فلا كانت مدينه حلوه جدا، انصحكم بيها جدا. الناس اللي معانا طبعا كانوا كويسين جدا وانا اتبسطت معاهم. معاذ ينفع اوريهم وانت بترقص؟ ماشي. مش راضي اوريهم. احنا بقالنا 8 دقايق بنتكلم، فاظن احنا كده طولنا، فيلا. الفيديو خلص للاسف. عارف انك لو كملت الفيديو لوحدك دلوقتي اكيد انت مبسوط جدا منه، وانا ان شاء الله لما اشوف الفيديو بعد المونتاج هكون مبسوط جدا من الفيديو. يعني ايه، ممكن بقى تعملوا فولو ولايك وتشوفوا الفيديو اللي فاتت وتستنوا الفيديوهات الجايه. وانا حاسس ان انا بقيت هعمل فلوجات كتير الفتره الجايه، فبس كده، مع السلامه. انا امسكك اهو، هديك عندي لا يمسك.